والنبي حد يفهمني بالله عليكم تغييرات يانك فيريرا في مباراة غزل المحلة. انا عايز حد يفهمني التغييرات اللي عملها. احمد شريف اتصاب، كان بيلعب في الشمال، اتصاب وهيطلع بقى خلاص هيخرج. مين اللي مكانه بره؟ شيكو بنزا. بنزل ابو حميد معالي يلعب في الشمال ليه وهو بيلعب في اليمين؟ ادي حاجه. انا عايز افهم بس الحته دي. اجي في اول ما يدخل فيها جون، بدل ما ازود راس حربه تانية اسحب خط الوسط اللي مخلي غزل المحله طول الماتش ما بيزيدوش خالص. احمد حمدي واحمد ربيع، احمد ربيع اللي جاب الجون، اسحب الاثنين وانزل الونش والجزيري والشيكو بنزا. عايز افهم بالله عليكم حد يفهمني الحته دي، هو عمل كده ليه؟ وبعد شويه سحب عبد الحميد معالي من الشمال حطه في اليمين وراح مرجع شيكو بنزا هناك في الشمال. طب ما كان من الاول، كنت نزلت شيكو بنزا مكان احمد شريف من الاول. وشويه راح منزل رجع الونش ورا وجايب محمد اسماعيل يلعب مكان احمد ربيع، في نص الملعب. غريبه شويه. وخلى ناصر ماهر يلعب جنبه شويه، وعمرو ناصر طلع ونزل سيف الجزيري اللي ما بيلعبش كوره خالص، نزله شويه. راح منزل مين؟ سيف جعفر. سيف جعفر برضه اللي ما بيلعبش كوره، اللي ما بيديش كوره. سيف جعفر بنزله ليه؟ يقول لك اصل ازاي ما عندوش لعيبه. فين؟ ازاي ما عندكش لعيبه؟ ازاي ما معكش لعيبه؟ انا عايز افهم ايه التغييرات دي. انا عايز افهم بعيد عن اللي ما عندوش لعيبه. انا عايز افهم، انا عايز التغيرات اللي تمت دي انت نزلتها ليه؟ انا نزلت الونش ليه وانا عندي المشلول حسام اسمه ايه ده، حسام ومحمد اسماعيل وغرا. وبعد كده محمد اسماعيل لعب قدام قبل كده، لعب رقم 8 قبل كده، لعب رقم 6 قبل كده. عايز افهم. طب ما تخلي الاثنين احمد حمدي واحمد ربيع زي ما هو، وزود ناصر ماهر اللي ما لعبش كوره طول الماتش اسحبه، قعدوا بره. اللي ما اداش، اللي هو اصلا الكوره قطعت منه دخلت جون في الزمالك، ردت على الزمالك بجون. الكوره لو بصيت عليها الكوره قطعت من بشوطها ناصر ماهر، ردت دخلت جون في الزمالك. انا بستغرب حد بس يفهمني التغييرات دي ازاي.